إذا رحت للبرلمان ناوية شنو يعني أي لجنة؟ أمنية إن شاء الله. أمنية؟ أمنية إن شاء الله. شنو أنت عبد الأمير يا الله؟ يعني شو تساعد العبد الأمير؟ لا أنت شو تسوين بالأمنية؟ أنت إعلامية تقول أنا إعلامية. أي عندنا طموح، اليوم إحنا من لزمنا الملف الأمني بصورة حقيقية كل شيء راح تتذلل الصعوبات. شوف ست العفو، نعم. إحنا عندنا مشكلة. نعم. واحدة من مشاكلنا بالبلد هو التخصص. نعم. يعني المفروض نجيب للقضايا الأمنية ناس ضباط تخصص أمني. خلينا هواي ضباط وخلوا ايدهم بيد الخارج وبيد السفارات، بالتالي سقط البلد بال 2014 وصارت الشريده والحال الضيم. نجيب اعلاميين مكان وزاره الدفاع نخليهم مكان مو بهالطريقه، مو بهذه الطريقه. احنا بحاجه الى اشخاص قريبين جدا من القرار السياسي والامني، عندهم خبره. اليوم حضرتك انت لربما مقدم برامج ميداني بس ما عندك شهاده اعلام، عندك هذه الخبره وعندك هذه الحنكه بالمحاوره وتوصل للناس وصرت قريبه من الناس وحصلت لك فد مشاهدات وصار عندك محبه عند كم معين. منو قال لك انا ما عندي شهاده اعلام؟ هي لربما ما مثلا كثير من الناس انوجدوا باماكن هم بعيدين عنها، كثير من الناس بعيدين عنها. هو استحل وزارة الدفاع وهو أصلا بعيد عنها. استحل وزارة التربية وهو مو يمها. فمو بالدرجة الأساس أنت تكون خريج كلية عسكرية حتى تبدع.